لاعب كندا يتحدى المغرب: نمتلك سلاحا سيضعهم تحت ضغط كبير، ويعترف بأن المغرب يمتلك الجودة في كل المراكز. الأمر يتعلق باللاعب نيكو سيغورا مدافع المنتخب الكندي الذي أشاد بالجودة المغربية التي يمتلكها المنتخب المغربي، وقال في تصريحات حول المباراة: نعم، المغرب منتخب يمتلك جودة في جميع المراكز ونحن نعلم ذلك، لكن الطريقة التي نلعب بها تعتمد كثيرا على العمل الجماعي وعلى معرفة أن هناك دائما زميلا خلفك لمساندتك. وأضاف: سنحتاج إلى أن نكون متماسكين أمام هذا المنتخب نظرا لما يملكه من جودة فردية أيضا، لكن في أسلوب لعبنا الأمر يتعلق بمعرفة أن هناك زميلا خلفك واللعب بشراسة، وإذا حدث أي خلل فعلى اللاعب الذي خلفك أن يغطي المساحة. هنا أكد أنهم يمتلكون سلاحا قد يشكل خطورة على المغرب، وهو مواطن ألفونسو ديفيز، وقال: أعتقد أن ألفونسو كان من الواضح بمجرد دخوله أن جنوب أفريقيا أصبحت تحترمنا أكثر، وبدأت ترسل لاعبين 2 أو 3 لمراقبته ومساندة المدافعين. وأضاف: من البديهي أن وجود لاعب مثل ألفونسو ديفيز وبسرعته وفهمه للعبة وجودته الفنية يمنحنا دفعة كبيرة، كما أعتقد أنه سيضع المنافس تحت ضغط إضافي لأنه يجبره على التفكير في كيفية التعامل مع لاعب بهذه المواصفات. علما أن ألفونسو ديفيز ما تعتبرش قطعة أساسية في منتخب كندا حتى أمام جنوب أفريقيا. في دور المجموعات لم يشارك، ربما كانت لديه إصابة، ولكن في مباراة جنوب أفريقيا دخل كبديل في الدقيقة 75 ولعبوا كجناح على الجهة اليسرى، علما أنه هو ظهير وليس جناح. طبعا ألفونسو ديفيز لاعب من أفضل اللاعبين الكنديين في التاريخ، يلعب مع نادي بايرن ميونخ الألماني، ولكن ألفونسو ديفيز الحالي ليس هو ألفونسو ديفيز قبل موسمين أو 3 مواسم، وبالتالي لا يمكن اعتباره أقوى سلاح لمنتخب كندا لمواجهة المنتخب الوطني المغربي. ولكن تبقى هذه تصريحات مدافع منتخب كندا حول أبرز أسلحة منتخب كندا لمواجهة المغرب، بالإضافة كما قال للعب الجماعي، وأن كل زميل يساند الزميل الآخر في المواجبات الدفاعية. وللإشارة فمنتخب كندا فاز على منتخب جنوب أفريقيا في دور 32 بهدف ل0، هدف في الدقائق في الوقت بدل الضائع، وسيواجه المغرب إن شاء الله يوم غد السبت على الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي بالمغرب.